استكمالا لسلسلة عمارة المساجد، وبعد ما اتكلمنا عن أسس تصميم المساجد وأشهر المساجد الموجودة في مصر، خلونا نكمل النهاردة السلسلة بتاعتنا ونقول أشهر المساجد الموجودة في العالم. وهنعرف بقى مع بعض في الفيديو ده من شكل المساجد إن مش معنى إن إحنا ملتزمين بشروط معينة إن ما يبقاش فيه مساحة للإبداع والفن وتمييز هوية الدولة اللي بيتعمل فيها المسجد، لأن هنلاقي إن كل مسجد مبني في دولة بيعبر عن ثقافة الدولة دي من حيث العمارة. وهي دي العمارة، إنك تشوف أي مبنى تقول المبنى ده موجود في الصين او المبنى ده موجود في الهند. مش عايز اطول اكتر من كده لان لسه هنتكلم في حاجات كتير، فاربطوا الاحزمه ويلا بينا. مساء الفل يا شباب. بصراحه كنت محتار في التصنيف اللي انا اتبعه في الفيديو ده لحد ما جات لي فكره، وهي ان اقول المساجد من حيث استيعاب المصلين واحاول اغطي كل القارات. اولا كده وقبل اي حاجه في معلومه مهمه جدا لازم نكون عارفينها، وهي ان اول مسجد اتبنى في الاسلام هو مسجد قباء في المدينه المنوره، وده اتبنى بامر من النبي عليه الصلاه والسلام. المسجد الحرام هو اول مسجد وضع في الارض بس مش اول مسجد اتبنى. اذا اول مسجد اتبنى هو مسجد قباء. ونبدأ بقارة آسيا، وقارة آسيا دي أكتر قارة فيها مساجد معروفة ومشهورة وأكتر مساجد مميزة، وفي دولتين هيتكرر اسمهم كتير جدا وهما دولة إندونيسيا ودولة ماليزيا. وأول مسجد معانا هو مسجد شينج هو، وده مسجد مبني على الطراز الصيني بس مش موجود في الصين، هو موجود في إندونيسيا، لأن اللي عملوه هما الجالية الصينية المسلمين. موجود في مدينة سورابيا واتبنى سنة 2002 وبيستوعب لحد 600 مصلي. تاني مسجد شيان الكبير، ده بقى موجود في الصين ومبني على الطراز الصيني طبعا، موجود في مقاطعه شينشي واتبنى سنه 762 ميلاديا. يقال ان هو اصلا كان معبد وتحول لمسجد، ولكن هو حاليا مسجد ويستوعب لحد 1000 مصلي. ثالث مسجد معانا وهو مسجد مشهور جوسوب، موجود في دوله كازاخستان، والمسجد ده مشهور بقبه مميزه جدا، قبه شكلها مختلف تماما، وده هيتكرر معانا كتير في الفيديو بالمناسبه. المسجد اتبنى سنه 2001 ويستوعب لحد 1500 مصلي. رابع مسجد هو مسجد السلطان عمر علي سيف الدين، موجود في دوله بروناي او سلطنه بروناي، وده مبني بطراز العمارة المغولية. اتبنى سنة 1958 وتكلفة بنائه 5 مليون دولار أمريكي، وده لأن هو القبب بتاعته مطعمة بورق من الذهب. طبعا انت ممكن تكون اتفاجئت، بس ده مش رقم بالنسبة للأرقام اللي انت هتسمعها قدام. ومش كل طبعا المساجد هنقول التكلفة بتاعتها، هو على حسب المصادر كان موجود فيها المعلومة دي ولا لا. المسجد يستوعب 3000 مصلي. رقم 5 مسجد حسن البلقية، موجود برضو في دولة بروناي، اتبنى سنة 1994 وده بيستوعب 5000 مصلي. رقم 6 هو مسجد بوترا بدولة ماليزيا كوالالمبور، موجود فيه مأذنة واحدة وتكلفة بنائه 80 مليون دولار أمريكي. اتبنى سنة 1999 وبيستوعب لحد 15000 مصلي. رقم 7 مسجد سبيل المهتدين بدولة إندونيسيا، ليه شكل قبة مميز جدا، اتبنى سنة 1981 وده بيستوعب 15000 مصلي. رقم 8 مسجد جاوا الوسطى بدولة إندونيسيا، وده اتكلف 22 مليون دولار أمريكي، وده اتبنى سنة 2006 ويستوعب برضه لحد 15000 مصلي. رقم 9 وما زلنا في دولة إندونيسيا مسجد الأعظم الكبير، اتبنى سنة 2003 وبرضه يستوعب 15000 مصلي. رقم 10 مسجد فيدرال تريتوري، هو مكتوب كده، وده في دولة ماليزيا، اتبنى سنة 1998 ويستوعب لحد 17000 مصلي. رقم 11 مسجد أجونج باتام الكبير، ده موجود في دولة إندونيسيا. زي ما قلت لك احنا أشهر دولتين موجودين معانا في آسيا إندونيسيا وماليزيا. المسجد ده اتبنى سنة 2014 وبيتميز بقبة مختلفة تماما مبنية على شكل هرمي، وبيستوعب لحد 18500 مصلي. رقم 12 مسجد ايرون، موجود في ماليزيا، اتبنى سنة 2009 بتكلفة 208 مليون دولار أمريكي، وبيستوعب لحد 20000 مصلي. رقم 13 مسجد ديان المهري، موجود في دولة إندونيسيا، واتبنى سنة 2006 ويستوعب لحد 20000 مصلي. رقم 14 مسجد غرب سومطرة، موجود برضه في إندونيسيا، وده بقى شكل مختلف تماما، واتبنى سنة 2014 وبيستوعب برضه لحد 20000 مصلي. رقم 15 مركز جاكرتا الإسلامي، موجود في إندونيسيا، واتبنى سنة 2003 وده بيستوعب لحد 20680 مصلي. رقم 16 مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز، ده موجود في ماليزيا في منطقة شاه، والمعروف بالمسجد الأزرق، اتبنى سنة 1993 وده بيستوعب لحد 24000 مصلي. رقم 17 وهو المسجد الجامع في الهند في العاصمة في نيو دلهي، اتبنى سنة 1656
وبيستوعب لحد 25,000 مصلي. رقم 18 هو مسجد التين، موجود في إندونيسيا واتبنى سنة 1999، واستيعاب المبنى نفسه 9000 مصلي. أما الاستيعاب الكامل للمسجد هو 25,850 مصلي. رقم 19 هو جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ده موجود في قطر، اتبنى سنة 2011 ويعرف باسم مسجد قطر الكبير، بيستوعب لحد 30,000 مصلي. رقم 20 هو مسجد الشيخ زايد في الإمارات، وده اتبنى سنة 2007 على نمط العمارة المغولية، مبنى مميز جدا، وده بيستوعب لحد 40,000 مصلي. رقم 21 هو مسجد بيت المكرم في دولة بنجلاديش سنة 1968، وده بيستوعب لحد 42,000 مصلي. أول لما نخلص آسيا أعرف إن الفيديو قرب يخلص. رقم 22 هو المسجد الأكبر، ده موجود في دولة إندونيسيا، اتبنى سنة 2000 وبيستوعب لحد 59,000 مصلي. رقم 23 هو جامع باتشاهي، موجود في باكستان، اتبنى سنة 1671 على طراز العمارة المغولية، وبيستوعب لحد 100,000 مصلي. رقم 24 هو الجامع الأموي في دمشق في دولة سوريا، اتبنى سنة 715، بيستوعب لحد 100,000 مصلي. رقم 25 صدمني بصراحة، لأن هو تحسه مش شكل مسجد، ولكن برضه هو مميز جدا وبيستوعب عدد كبير من المصلين، ألا وهو جامع الاستقلال في إندونيسيا، وده أكبر جامع في إندونيسيا، يعتبر أكبر جامع في جنوب شرق آسيا كلها. اتبنى سنة 1978 وبيستوعب لحد 200,000 مصلي. رقم 26 مسجد أستانا الكبير، موجود في دولة كازاخستان، وهو أكبر مسجد في آسيا الوسطى، بيستوعب لحد 230,000 مصلي. رقم 27 مسجد فيصل، موجود في دولة باكستان، اتبنى سنة 1986، وده بقى شكله مميز جدا، وتكلفة بناء عدت ال 120 مليون دولار، وخد جايزة أغا خان في العمارة، بيستوعب لحد 300,000 مصلي. رقم 28 وهنا نقف شوية بعد إذنكم، ده المسجد الأقصى، موجود في دولة فلسطين، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين. وفي معلومة جدا لازم نكون عارفينها، ده اسمه مسجد قبة الصخر، مش المسجد الأقصى، ده المسجد الأقصى. المسجد الأقصى كبير جدا، جواه مسجد قبة الصخر، عشان الناس ما تتلخبطش، عشان المعلومة دي مهم جدا نكون عارفينها، وده بيستوعب لحد 400,000 مصلي. رقم 29 مسجد الجامع الكبير، موجود في باكستان، وده بيستوعب 800,000 مصلي. رقم 30 وصلنا السعودية وهنفضل هناك، معانا المسجد النبوي الشريف، ده بيستوعب لحد 1,500,000 مصلي. وطالما احنا لسه في السعودية، طبعا انت عرفتها لوحدك. رقم 31 واخر مسجد معانا في القائمة اللي موجودة في آسيا هو المسجد الحرام، بيستوعب لحد 4 مليون مصلي. كده نقدر ننتقل لقارة أفريقيا. رقم 1 معانا جامع القيروان الكبير في دولة تونس، وهو مشهور برضو بجامع عقبة بن نافع. الجامع ده المميز فيه ان هو اشبه بالقلعة الحربية، يعني هو شكله معروف جدا، ده بيستوعب لحد 25,000 مصلي. رقم 2 الجامع الكبير في جنينة، موجود في دولة مالي، واتبنى سنة 1907، مبني بطراز العمارة السودانية الساحلية، وده بقى شكله مميز جدا لان هو اكبر مبني من الطين، ويقال ان هو بيتجدد كل سنه باحتفال خاص للمسجد ده، فهو دي حاجه تميز المبنى جدا. انت متخيل كل ده من الطين؟ الحقيقه ما لقيتش معلومه عن استيعاب عدد المصلين، وهنلاقي كده على فكره في كذا مسجد. فالمساجد اللي احنا مش هنقول بتستوعب مصلين قد ايه، ما لقيتش معلومه صريحه بتقول المسجد ده بيستوعب كذا. رقم 3 المسجد الوطني في نيجيريا في منطقه ابوجا، اتبنى سنه 1984 ويستوعب لحد 25,000 مصلي. رقم 4 مسجد الامير عبد القادر في الجزائر، اتبنى سنه 1994 واتبنى على طراز العمارة الجزائرية، بيستوعب لحد 15,000 مصلي. رقم 5 مسجد مسالك الجنان، موجود في دولة السنغال، اتبنى سنة 2019 وبيستوعب لحد 30,000 مصلي. رقم 6 مسجد الحسن الثاني، موجود في دولة المغرب، مبني بطراز العمارة الأندلسية، اتبنى سنة 1993 ويستوعب لحد 105,000 مصلي. رقم 7 وهو مسجد عمرو بن العاص، موجود في مصر، اتبنى سنة 641. بصوا بقى، مسجد عمرو بن العاص بكل المساحات اللي فيه يستوعب 27,000 مصلي، ولكن الكلام ده ما بيحصلش، لأن هو في صلاة التراويح في رمضان وفي صلاة العيد ممكن يستوعب لحد 100,000 مصلي عادي، باستخدام المساحات الخارجية اللي هي بره حدود المسجد ذات نفسه. خلصنا قارة أفريقيا، وكده نقدر ننتقل لقارة أوروبا. وأول مسجد معانا هو مسجد لالا تولبان،
موجود في روسيا، اتبنى سنة 1998، وده بقى تصميمه جديد يعني شكله مميز جدا لان هو ما فيهوش قبة، هو ليه تغطية مميزة كده، بيستوعب لحد 1000 مصلي. رقم 2 هو مسجد كولونيا موجود في ألمانيا، ده بقى شكله مميز جدا يعني بيعبر عن الحداثة. اتبنى سنة 2018 على طراز العمارة العثمانية، ولكن هو دمج بين العمارة العثمانية والعمارة الحديثة، وده باين جدا في استخدام الخامات زي الدمج بين الخرسانة والزجاج، وبيستوعب لحد 4000 مصلي. رقم 3 مسجد كامبريدج موجود في انجلترا، اتبنى سنة 2019، وده بقى أول مسجد صديق للبيئة موجود في أوروبا، بيستوعب لحد 1000 مصلي. رقم 4 جامع الشاكرين موجود في تركيا، اتبنى سنة 2009 على نمط العثماني، خاصة الدولة السلجوقية، هو مبني على الطراز العثماني السلجوقي، وبيستوعب لحد 500 مصلي. رقم 5 مسجد السلطان أحمد، وما زلنا في تركيا خاصة في اسطنبول، اتبنى سنة 1609 على الطراز العثماني الكلاسيكي، بيستوعب لحد 10000 مصلي. رقم 6 مسجد كوكاتيب موجود في تركيا برضو خاصة في أنقرة، اتبنى سنة 1987 على النمط العثماني، وده بيستوعب لحد 15000 مصلي. رقم 7 وهنتنقل لروسيا، مسجد يوسف بي كامي، اتبنى سنة 1998 وبيستوعب لحد 17000 مصلي. نرجع تاني لتركيا، مسجد آيا صوفيا، المسجد ده اتغير كذا مرة لأن في ناس بتقول إن هو كان مسجد وبعدين بقى كنيسة وبعد كده بقى متحف، بس حاليا من أول 2020 هو مسجد رسمي، وده موجود في تركيا في اسطنبول، اتبنى سنة 1054، ده تاريخ الافتتاح الرسمي يعني، مبني على العمارة البيزنطية، ويستوعب لحد 18000 مصلي. رقم 9 وما زلنا في تركيا، جامع سابانجي، اتبنى سنة 1998 على النمط العثماني الكلاسيكي، وبيستوعب لحد 28000 مصلي. وبكده خلصنا قارة أوروبا، ننتقل بقى للقارة الأوقيانوسية اللي هي فيها استراليا والأمريكتين، هما الثلاثة هنقول فيهم عدد معين كده. ورقم 1 هو مسجد أوبرون غاليبولي موجود في استراليا في سيدني، اتبنى سنة 1999 وبيستوعب أكتر من 2000 مصلي، وده مبني على النمط العثماني. رقم 2 المركز الإسلامي في واشنطن موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، واتبنى سنة 1957 على الطراز المملوك، ومفيش أي معلومة عن استيعاب عدد المصلين، ولكن في معلومات بتقول إن ساعة الأحداث بتاعت 11 سبتمبر في هجوم حصل على المركز ده. رقم 3 مسجد المركز الإسلامي في أمريكا في مدينة ديبرون، اتبنى سنة 1963، وده أكبر مسجد موجود في أمريكا الشمالية كلها، تحديدا موجود في ولاية ميشيغان، وده بيسموه عاصمة العرب. رقم 4 جامع الرشيد إدمونتون موجود في كندا، وده الأول في تاريخ كندا، اتبنى سنة 1938، وطبعا المسجد ده في الأول كان شكله أشبه بالكنيسة، وده لنقص الخبرات في العمارة الإسلامية، ولكن اتعاد ترميمه سنة 1992 وشكله اتغير. رقم 5 وما زلنا في كندا، وهو مسجد بيت النور موجود في ألبرتا، اتبنى سنة 2008، وده أكبر مسجد في كندا، ليه شكل مميز جدا، بالذات القبة اللي باللون الفضي، لأن هو أصلا الخامات اللي اتبنى منها المسجد الفولاذ والزجاج. رقم 6 مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي موجود في الأرجنتين في بوينوس آيرس، وهو أكبر مسجد في أمريكا اللاتينية كلها، اتبنى سنة 2000 ويتسع لحد 16000 مصلي. رقم 7 مسجد محمد السادس موجود في دولة تشيلي، يعرف بمنارة الأندلس، وهو مبني في موقع مميز جدا على الطراز المغربي، الجامع موجود فوق تل، واتبنى سنة 2007. رقم 8 جامع إبراهيم ابن عبد العزيز موجود في دولة فنزويلا، وده بيتميز بأطول مأذنة في نصف القارة الغربي، مأذنة طولها يوصل ل 113 متر، اتبنى سنة 1993 ويستوعب لحد 3500 مصلي. فيديو دسم جدا وحقيقي تعبت فيه جدا جدا في تحضيره وتصويره، فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ما يكونش التعب ده على الفاضي. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون فاتكم جدا واستمتعتم بيه. ولو انت مهتم بالمحتوى المعماري والمحتوى البصري بشكل عام، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ويا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتساهم في انتشار الفيديو. بس كده، شكرا جدا، سلام.